تذكروا زمان لما كنا نتابع أفلام الكرتون، كان في دائما شخصية شريرة عندها قوة خارقة مثل القدرة على التحكم بعقول الناس والسيطرة عليهم، والأبطال كانوا يسعون لنزع تأثير الشرير وإنقاذ الناس من هذه الهيمنة. كنا نشوف هذا كله كأفلام كرتون، جزء من خيال الأطفال. ولكن ماذا لو كانت هذه موجودة بالفعل في حياتنا اليومية؟ الحقيقة هي أن هناك ريموت كنترول حقيقي يستخدم للتحكم في عقولنا، وهذا الريموت ليس بيد شخصية كرتونية، بل هو متمثل في مجموعة من القنوات والإذاعات والصحف. الإعلام هو السلاح الخفي الذي يوجه أفكارنا، يجعلنا نصدق ما يريد، وكل ذلك بضغطة زر. الإعلام ليس مجرد وسيلة للأخبار والترفيه، بل هو أداة قوية تستخدم لتشكيل رؤيتنا للعالم ولإعادة ترتيب الحقائق بطريقة تناسب من يمتلك هذه الأداة. تخيل أنك الآن جالس في غرفة وكل نوافذها مغلقة، والإعلام هو النافذة الوحيدة المفتوحة أمامك. ما تراه من خلالها هو ما يريد الآخرون أن تراه فقط. والسؤال هنا، كيف يستطيع الإعلام أن يتحكم في عقولنا بهذا الشكل؟ هناك بعض الألاعيب والأساليب التي يعتمد عليها صناع الإعلام، بعضها أصبح مكشوفا وبعضها ذكي جدا لدرجة أننا لا ندركها حتى. فمثلا ما يسمى بالإطار الإعلامي فريمينج. الإعلام لا يخبرك فقط ماذا ترى، بل يخبرك كيف ترى. في كل مرة تسمع عن أزمة معينة، يسارع الإعلام ليحدد لك أي جانب من القصة يستحق الاهتمام وأي جانب يجب أن يهمل ويهمش. القضية الفلسطينية على سبيل المثال تعرض غالبا كصراع بين طرفين متساويين، في حين أن الواقع مختلف تماما. ياسر عرفات قبل اتفاقية أوسلو كان يصور كرمز للإرهاب وعدم الاستقرار، بينما بعد أوسلو أصبح يصور كزعيم معتدل يسعى للسلام. لا، ومنحوه جائزة نوبل للسلام بعد التوقيع. اتفاقية أوسلو لمن لا يعرفها كانت هي أول اعتراف فلسطيني من منظمة التحرير الفلسطينية بشرعية دولة الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية. انصب تركيز الإعلام الغربي على 7 أكتوبر على أنها البداية، متجاهلين تراكما من الإجرام والتنكيل بالفلسطينيين يمتد لعشرات السنوات قبل ذلك، واعتمدوا في ذلك أسلوبا آخر وهو التكرار. التكرار ليس مجرد طريقة لنقل المعلومة، بل هو أسلوب لترسيخها. التكرار المستمر للكذب يجعل الفكرة تتحول حقيقة في أذهان الناس. الإعلام يستخدم هذا المبدأ بذكاء. إذا كررت فكرة معينة بما يكفي، ستصبح بالنسبة للناس حقيقة لا تقبل الجدل حتى وإن كانت زائفة. ولعلنا ما زلنا نتذكر في حرب العراق كيف رسخ الإعلام وروج لفكرة وجود أسلحة دمار شامل وجعلها حقيقة لا تقبل الجدل، وفي النهاية اكتشفنا أن الأسلحة لم تكن موجودة أصلا، لكن بعد فوات الأوان. الإعلام زرع الفكرة، الناس صدقوها، والنتيجة كانت حربا تسببت في دمار شعب كامل. الإعلام والأدوات الفنية ليستا مجرد أدوات للترفيه ونقل الأخبار، بل هما أدوات لتشكيل العقول والسيطرة على الأفكار. تخيل أنك الآن تجلس في منزلك في أمان تام وتتابع فيلما أو مسلسلا عالميا، تجد نفسك مشدودا لأبطال يواجهون الشر بجرأة ويدافعون عن القيم النبيلة، فتظن أن كل هذا مجرد ترفيه بريء. كم مرة من المرات شاهدت أفلاما وتعاطفت مع زوجة خانت زوجها لأجل الحب، أو تمنيت للص أن يفلت من العقاب وأن ينعم بالمال الذي سرقه، حزنت لمقتل أكبر تاجر مخدرات رغم أنه دمر مجتمعات وأفسد أجيال. كل هذه الإنتاجات تستخدم لترسيخ نمط حياة معين يتناسب مع أهداف صانعيها، حيث تصور الحياة الغربية بأنها الفردوس الأرضي، وتختزل البطولة في الرجل الغربي. وإن ظهر بطل آخر فإنما بسبب ذلك الغربي الذي سمح له وساعده في ذلك. الحياد الإعلامي مجرد كذبة لا يصدقها إلا السذج. كل ما يخرج للعلن يمر بسياسات داخلية للمؤسسات الإعلامية لضمان ملائمة المحتوى لهذه السياسات، ومن يملك المؤسسات وتمويلها يملك القرار. إلا أن الله قد أحيانا لنرى بداية تفكك هيمنة الغرب الإعلامية على مستوى الرواية والسرد. فقد شكل 7 أكتوبر من العام الماضي لحظة فارقة في تاريخ أمتنا.
لم تعد الهيمنة الإعلامية الغربية قادرة على حجب الحقيقة مع محاولتها لاحتكار الصورة، فقد ظهرت روايات بديلة عبر صور ومقاطع انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورها الأفراد من مواقع الأحداث مباشرة. هذه الأدوات البسيطة، الهواتف والكلمات الصادقة، كانت كافية لكسر جدار التزييف الإعلامي. فبينما كان الإعلام الغربي يحاول ترسيخ رواية معينة، كانت الحقيقة تتسرب من أيدي الناس وتكشف جانبا آخر من الواقع وتفضح التضليل. وهنا يأتي دورك، فالحقيقة لا تحتاج إلى إمكانيات ضخمة، بل إلى صوت شجاع ينقلها. كل صورة تفضح الزيف وكل كلمة تكتب لتوضيح الحق هي شكل من أشكال الاصطفاف مع الحق. أنت تمتلك اليوم ما لم يكن لأحد من قبل، وسقف الممكن لديك مذهل. هاتفك الذي يوثق، وكلمتك التي تنتشر، ووعيك الذي يفضح الأكاذيب. كن أنت من يصنع الفرق، واصنع من أفعالك الشرارة التي توقظ الوعي في مجتمعك. واجه الهيمنة الإعلامية بكاميرتك، بتغريدتك، وبإصرارك على قول الحق، لتصبح أنت من يكسر طوق السيطرة ويعيد تشكيل وعي هذه الأمة. السلام عليكم.